الفيديو اللي اتأخر شهر كامل، أكتر 8 عربيات ظلمتهم مبيعاتهم في 2025. اشمعنى 8 يعني مش 10؟ عشان نحملهم 4 سيدان و4 اس يو في. طب ما يكون يبقى 5 و5 يا اسطى. ونبدا مع المركز الرابع في فئه السيدان، عندنا فيات تيبو. حقيقة نفسي اعرف شركه فيات بتعمل ايه. عامه العربيه دي توقف مبيعاتها خلاص، وعملنا لها وداعيه عندنا على الصفحه. وداعا ايها الغريب. وفي المركز الرابع فئه الاس يو في هافال اتش 6 الفيس ليفت. العربيه نزلت بتسعير احسن من تسعير اختها القديمه اللي عملت مبيعات قد كده من يوم ما نزلت، بس العربيه دي ما باعتش خالص قد اختها، رغم ان كان عليها اوفر برايس وخناقات قد كده اول ما تم طرحها. وده درس يقول لنا ان السوق اتغير، والعربيه اللي ما بقتش متاحه للتسليم الفوري وعليها اوفر برايس العميل بيقفل منها، والخيارات التانيه بقت كتير. ونروح للمركز الثالث وفي فئه السيدان شانجان ايدو بلس. العربيه دي اول لما نزلت ورحت ركبتها قلت لو غبور نزل من العربيه دي 500 واحده هيتباعوا في اول نص ساعه، بس انا ما اعرفش هم ما نزلوش منها ولا الناس ما خدتش بالها ان هي نزلت ولا ايه بالظبط. وصاحبه المركز الثالث في الاس يو في شيري تيجو 9 الهايبرد. العربيه دي احسن عربيه شيري نزلت في تاريخ مصر تقريبا. كنا عملنا فيديو عنها كعربيه منسيه، بس هي من ساعتها حقيقي لسه منسيه. نفسي اشوف العربيه دي مره في الشارع والله. وصلنا لصاحبه المركز الثاني في فئه السيدان هونشي اوسادو. حقيقي هو محدش عارف هي عربيات هونشي كلها فين من ساعه لما اعلنوا عنها. انتظروني انا مش جاي. بس العربيه دي تحديدا بالشكل ده والخامات دي ووقعها في الشارع لو شفتها والسعر اللي نزلت بيه كانت المفروض تكتسح فئه السيدان، بس لا هي ولا العلامه الحمراء كلها حد حس بيهم ان هم موجودين اصلا. وفي فئه السيدان صاحبه المركز الثاني باجماع تيم بتوع عربيات هي جيلي سيتي ري. على عكس اختها الكبيره الستار ري اللي بدات بسعر غلط، العربيه دي نزلت بسعر كويس جدا وبسوفت وير احدث كمان من بتاع اختها، بس اختها باعت اكتر منها. وصلنا لاصحاب المركز الاول وابطال دوري المظاليم لموسم 2025 في مجموعه السيدان. على ايدك اليمين وبطله المركز الاول جيلي مره تانية، بس المره دي جيلي ايميجرانت. العربيه دي افضل سيدان اقتصاديه في مصر بلا منافس، وده في كل حاجه وعلى كل المستويات تقريبا، بس مبيعاتها ما زالت متوسطه ومش متناسبه خالص حقيقي مع امكانيات العربيه دي. الرجاله في المصنع بتاع جيلي محتاجين تشدوا حيلكم شويه. وبطله مجموعه الاس يو في على ايدك الشمال وبجداره وبدون منافسه بنت عم جيلي لينك انكو 02. هو حقيقي احنا كنا المفروض نحط 02 و06، بس احنا اخترنا واحده منهم عشان يبقى البطل واحد بس. الحقيقه يا جماعه انا بحس ان عربيات لينك انكو كلها ظالمها شكلها جدا. الناس بتبص عليها بتحسها عربيات غاليه وما بتسالش عنها اصلا، رغم ان هم لو عرفوا اسعارها هيتصدموا ويتخضوا ازاي العربيات دي بالاسعار دي وما بتبيعش. خلصنا ترتيب جدول الدوري ومعانا شويه عربيات كده قائمه شرف، رتبوهم انتوا. فولكس فاجن داخله قائمه الشرف بنفرين، التيروك والتايرون. التايرون دي مثلا ارخص واجمل من الكودياك، بس الناس ماسكه في الكودياك برده مش فاهم ليه. هوندا زد ار في، بس ده بسبب سعرها زي كل الياباني. هافال جولاي، بس عامه الفيس ليفت بتاعها هيتجمع محلي قريب، فان شاء الله ده يزقها شويه في 2026. واخيرا العربيه الشبابيه المحببه الى قلبي الجي اي سي الامباو. انا عارف ان العربيه دي بتبيع، بس حقيقي العربيه دي كانت المفروض تبقى مغرقه الشوارع زي الام جي 6 كده. هل تتوقعوا التخفيض الاخير ده يزقها شويه في المبيعات؟ كده خلصنا ترتيب الدوري بتاعنا. عايز اسمع رايكم فيه في التعليقات واشوف ترتيبكم انتوا هيبقى ايه. هنقرا كومنتاتكم كلها ونناقشكم فيها. سلام.